التونسي للشغل يخرج عن صمته ويطلق مثل هذه المواقف وفي هذا التوقيت؟ والحقيقة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وللقادة وللإخوة العرب الذين يتابعون خلافا لكل النقابات في الدول العربية يلعبوا دورا اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا منذ 1955 منذ الإعلان عن الاستقلال الداخلي المحدود. وفي السنوات الماضية تراوحت مواقفه بين مساندة الحكومات ومعارضتها سواء قبل 2010 أو بعدها، ومنذ 25 جويلية نفس الشيء تراوحت هذه المواقف، ومرت علاقاته في عهد حكومة يوسف الشاهد والباجي قايد السبسي والحكومات التي بعدها وقبلها وهشام المشيشي بمثل هذه التطورات. لكن الآن يبدو أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية أصبحت حادة جدا، وأغلب الأطراف أصبحت تتحفظ على المسار السياسي الحالي، بما في ذلك الأحزاب المحسوبة على منظومة ما قبل 2011 أي عبير موسي وحزبها حزب الدستوري الحر، الأطراف اليسارية الديمقراطية الاجتماعية بزعامة غازي شواشي وحمل عمامي وعصام الشابي ورفاقه، وجبهة الخلاص التي تضم أكثر من 10 أحزاب. يعني كل الأطراف أصبحت تنقد المسار السياسي. يبدو أن القيادة النقابية أرادت أن يكون لها دور في المرحلة القادمة وأن لا تبقى على الهامش وأن تتهم بأنها راهنت على مسار 25 جويلية، لكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طيب هنا خاصة أنه كمال على الأرض عندما يقول السيد طبوبي بأن تونس مقبلة على الانتخابات بلا لون ولا رائحة، الانتخابات كما تعلم سبقها قانون انتخابي لم يتحدث عنه الاتحاد العام التونسي للشغل، أطلق أيضا تصريحات باتجاه الدستور جرى الاستفتاء عليه، لم نسمع اعتراضات من الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا الوضوح. يعني بمعنى أنه هذه الاعتراضات تأتي متأخرة في المرحلة الأخيرة قبل أيام من الانتخابات في آخر خطوة من خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد. لا، هي قيادة الاتحاد أصدرت انتقادات للمسار السياسي منذ 25 يوليو أو منذ 26 يوليو، اشترطت أن يكون الانتقال من مرحلة العشرية الماضية التي فشلت فيها كل الحكومات إلى مسار جديد عبر مسار تشاركي يدمج كل الأطراف السياسية دون إقصاء. لكن الرئيس قيس سعيد في البداية رحب بهذا التوجه، فيما بعد رفضهم، وخاصة لما أعلنت قيادة الاتحاد أنها تعتبر نفسها تيارا ثالثا أو قوة ثالثة بين المتمسكين بالمسار القديم والجديد. الاتحاد العام التونسي للشغل نتيجة تناقضات داخلية لم يتخذ موقفا معارضا للدستور الجديد، لكنه غلب هذا الموقف ودعا خبراء أعدوا دراسات قدمت في اجتماعات الهيئة الإدارية، أي القيادة الموسعة للاتحاد العام التونسي للشغل، قدمها أحمد إدريس ومجموعة من كبار الخبراء في القانون الدستوري ومراكز الدراسات، وكلها انتقدت هذا الدستور الجديد واعتبرته دستورا متناقضا لا يرتقي إلى مستوى دستور 2014 رغم نقائص دستور 2014. كذلك صدرت عن نقابيين انتقادات للمسار الذي الانتخابي والقانون الانتخابي. لكن العنصر الجديد ربما هناك تهديد بالعودة للمحاكم وبمحاكمة بعض القيادات النقابية، لأن النقابات متحفظة على الاتفاقيات التي أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنها أبرمتها مع الوفد الحكومي التونسي، ومن بينها زيادات في الأسعار وإلغاء الدعم على مواد كثيرة أساسية غذائية وعن المحروقات وعن التفويت في المؤسسات العمومية. جرى تباين أشار إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أشار إليه السيد طبوبي، بين ما يقوله رئيس الجمهورية في هذه النقطة تحديدا، موضوع التعامل مع صندوق النقد الدولي وموضوع رفع الدعم عن السلع الأساسية، أن هناك